النجم الدولي السابق أسامة نوري، الموهبة التي سبقت عصرها. تجود الرياضة العراقية بالكثير من النجوم الذين صالوا والجالوا في الملاعب وتألقوا سواء في أنديتهم أو مع المنتخبات الوطنية، وحققوا العديد من الإنجازات التي لن تسقط من ذاكرة التاريخ. اللاعب الدولي السابق أسامة نوري بداياته قد تكون مسيرة اللاعب أسامة نوري مختلفة بعض الشيء عن بقية أقرانه، لأنه عندما فتح عينيه على الدنيا وجد أشقائه الثلاثة صباح ومظفر ورياض يمارسون لعبة كرة القدم بشكل متواصل. وبعد أن بدأ يمارس اللعبة كان أشقائه الثلاثة يمثلون الأعمدة الرئيسية في المنتخبات الوطنية المختلفة، وهذا الأمر منحه دافعا قويا لكي يكون مثلهم. وبعد أن اشتد عوده بدأ يلعب مع الفرق المدرسية في منطقة الدورة، وبعد ذلك توجه للعب مع فريق تربية بغداد الكرخ موسم 1973 حتى 1974 تحت قيادة المدرب داود العزاوي. ومن خلال هذا الفريق اكتشفته عيون مدرب فريق القوة الجوية آنذاك عبد الإله محمد حسن، الذي دعاه للانضمام إلى صفوف فريق شباب القوة الجوية الذي كان يشرف على تدريبه المدرب فخري أبو ليلى، وذلك في موسم 1975 و76. وأسهم أسامة نوري مع فريق شباب الطيران بالفوز ببطولة دوري الشباب، وكانت بداية طيبة أهلته لأن يكون أحد لاعبي الفريق الأول ليحقق حلم طفولته في اللعب مع فريق القوة الجوية الذي كان في ذلك الوقت يحمل اسم الطيران. وبعد ذلك بدأ يفرض نفسه كلاعب أساسي، برغم أن فريق الطيران آنذاك كان يضم العديد من اللاعبين الكبار أو من الشباب الموهوبين. إنسان طيب خلوق وكتوم، لا يتحدث كثيرا لكنه يعمل بجد وصمت، يحترم الجميع وله علاقات وطيدة مع الجميع سواء في عمله أو في الميادين الرياضية. شكرا جزيلا للكادر نادي القوة الجوية الإعلامي، صراحة جهود المبذولة يستحق عليها كل الشكر، وبدت تغيرات وحجر أساس جديد إن شاء الله للإعلام في نادي القوة الجوية. أسامة نوري من عائلة رياضية، أخواني الكابتن مظفر نوري والكابتن صباح نوري والكابتن رياض نوري، وشقيقتي بطلة العراق واسيا إيمان نوري. سبقنا في هذا الوالد الله يرحمه، كان لاعب في سلك الشرطة وله ميداليات وأوسمة من ملك فيصل وغازي. يعني احنا يعني ترعرعنا في عائلة رياضية محبة لجميع فنون الرياضة وليست كرة القدم. يعني أنا الحمد لله والشكر كنت رياضي شامل، لعبت كرة القدم، لعبت كرة يد، المنضدة، ساحة وميدان. لذلك لحد الآن الرقم القياسي متوسطات الكرخ باسمي هو 11/3 في عام 1973. كذلك المرحوم أخويا الكابتن مظفر نوري كان يلعب ساحة وميدان وكان متفوقين. لعبت الفروسية، كانت منتخب شباب المظلات، لكن فضلت كرة القدم على جميع الألعاب لأن هوايتي وحلمي أن أوصل إلى نادي جماهيري وأمثل العراق. والحمد لله رب العالمين، يعني بفضل توجيهات العائلة والدي وأخواني اللي سبقوني في هذا المجال استطعت أن أوصل وأحقق حلمي اللي كنت أصبو إليه يعني
واعتقد وصلت للمراحل يعني الحمد لله رب العالمين. حتى بعد تركي الى اللعب اتجهت الى عالم التدريب، وبعد التدريب يعني الان اني مشرف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، وكذلك انا عضو اللجنة الفنية في نادي القوى الجوية، ولنا مخططات ان شاء الله للمستقبل على الفئات العمرية كيفية تطويرها مع اخواني في اللجنة الفنية في النادي. اول مباراة على المستوى المحلي كانت في نهائي كأس العراق عام 1978 ضد نادي الشرطة، واستطعنا أن نحتفظ بالبطولة المركز الأول بفارق ضربات الجزاء. بالنسبة لأول مباراة دولية كانت إلي مع منتخب شباب أندونيسيا في بطولة شباب آسيا عام 1978 في نهائيات شباب آسيا في بنغلاديش. بدايتي كانت في المدارس، وبعدين تحولت إلى التربيات. كان يعني الفضل لله سبحانه وتعالى بعد الأستاذ داود العزاوي المدرب الكبير، بعدين أستاذ الكابتن عبد الله محمد حسن له فضل كبير عليه وعلى أغلبية رياضيين القوى الجوية، بعدين كابتن مجد الفرطوس وعامر جميل، كذلك آبا وفويا وقاقا، هذول أغلبية المدربين اللي تلمذت على يديهم، كذلك المرحوم واثق ناجي، ويعني هذول المدربين الأغلبية يعني تلمذت على يديهم. في مسيرتي كرة القدم اللي عدة أهداف، لكن من أجملها محليا ضد نادي الزوراء في عام 1985-86. كانت هذه المباراة الكابتن فلاح حسن مدرب ولاعب، استطعنا أن نفوز على نادي الزوراء 1-0، وكان الهدف المسافة بعيدة. الحمد لله والشكر فزنا في هذه المباراة 1-0. مثلت أغلبية المنتخبات الوطنية. طبعا في زمننا لم تكن منتخب ناشئين أو أشبال، منتخب شباب. بعد منتخب شباب مثلت منتخب بغداد، المنتخب الأولمبي، المنتخب العسكري، المنتخب الوطني، وحصلت معهم على عدة إنجازات. عام 1982 حصلنا على المركز الأول للألعاب الآسيوية في الهند. هذه المنتخبات كانت لها إنجازات كبيرة في الكرة العراقية. الذكرى المؤلمة التي لا أنساها هي مباراتنا ضد التجارة في استراحة بين شوطين. كانت هناك اختلاف أنا والكابتن المرحوم ناظم شاكر حول طريقة اللعب، فوصلنا إلى مشادة كلامية لم يفهمها عامر جميل مدرب الفريق صراحة. صار فكان هناك تبديل خاطئ، كان مستعجل، فرفضنا التبديل أنا وكابتن ناظم من أجل مصلحة النادي، لكن كان مصر. للأسف كنا يعني محققين الفوز يعني أغلب من 3، لكن للأسف انقلبت علينا المباراة وخسرنا في وقتها. كانت مباراة أليمة جدا، حتى الجمهور في وقتها كان غاضب على النادي وعلى المدرب. صراحة في نادي القوى الجوية لعبنا عدة مواسم. كان كابتن حسين تجيل، سعد يونس، المرحوم سعد يونس، كذلك المرحوم كاظم كامل، حنون مشكور. لكن الثنائي اللي كان قريب عليه هو الكابتن رسال حمود. لعبنا عدة مواسم وكنا نلعب في جهة اليمين. كانت جهة اليمين فعالة جدا، كنا نربط بين الهجوم والدفاع. إذا كابتن رسان ربط في حالة الهجوم أكون أنا مسؤول عن الواجبات الدفاعية، أو بالعكس إذا كنت أنا في المركز الهجومي أو واصل الثلث الهجومي كان كابتن رسان يغطي المنطقة الدفاعية. لذلك كان إنجازنا عالي جدا وكانت فعالة. استطعنا أن نحسم عدة مباريات أنا والكابتن رسان حمود. بداية اللي أشرف على تدريبي هو في التربيات الكابتن الكبير داود العزاوي، بعدين في شباب نادي القوى الجوية فخري أبو ليلى، بعدين الكابتن عبد الله محمد حسن في نادي القوى الجوية، والمدرب اللي غزلان في قاقا وآبا، وبعدين مدرب فويا،
ثامر محسن، واثق ناجي، عبد الله عبد الحميد، عدة، المدرب الروسي مرزفت في عام 1990، عدة، وكان شيخ المدربين الكابتن عمو بابا هو اللي صاحب الفضل عليه وعلى أغلب الرياضيين العراقيين في المنتخبات الوطنية. إن شاء الله بالمستقبل القريب نحاول نوصل إلى الفريق الأول لاعبين شباب لهم يعني لمسة في كرة القدم تخدم النادي وتخدم الكرة العراقية.